ورحمة الله وبركاته. حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ام علي. طبعا احنا النهارده عندي شويه فلفل كده، هو اتجمعتهم وقلت ايه انا بحب ايه امسكه ايه نشيل العنقوده بتاعته دي كده. هو على فكره ساعات لما تعمليه بالبذر اللي جوه والله العظيم بيبقى حلو جدا برضه، مش وحش. بس ايه افضل ان احنا نشيل البذر اللي جوه، بس اللي هو الحار ما بشيلش منه الايه البذرة اللي جوه. ماشي، اللي هو ده هو كده اهوت. ممكن تعمليه عادي كده اهوت يا دوب كده، وتحطي في الكبة وتفرمي. خلاص هقعد بقى انضفهم بالطريقة دهيت كده اهو، واجمعهم وافرمهم في الكبة. إيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إيه بتحفظيه بقى من السنة للسنة بإيه بقى؟ بتحطي 3 معالق 4 معالق ملح كده اهوت. يفضل معاكي بقى ايه حتى لو سبتيه بره من غير الفريزر ما يجرالهوش اي حاجه. خلاص هقعد بقى كده انضف اعمل العنق منهم كده اهوت، اللي هي كده اهوت. ده كده على فكرة ده مش حراق قوي، ماشي. عامل زي البلح، ازاي تقولي عليه بلح ما تقوليش فلفل احمر. خلاص هنقعد بقى كده اهوت وحقيقي افرمهم في الكبة ونعبوهم مع بعض. حبايبي في عندكم الفيديو منزلاه على القناة، ازاي تتخلصي من حرقان الايد. قلبي طبعا زي ما انتم شايفين الفلفل بتاعنا الحار دوت اللي هو ايه لهاليبو، حراق جدا. والله انا لبست كده هو جوانتي عشان خاطر إيه احنا عارفين نعرف نستخدم حرقان الايد نضيعه ازاي، بس برضو ايه الاستحراس حلو يا جماعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هفرم الفلفل اهوت عشان ما اعمل لكمش ازعاج. والفلفل الكميه بتاعتنا الكيلو الفلفل ما شاء الله. الفلفل ده ما بنستغناش عنه يا جماعه، بتنجان مقلي بتنجان مشوي، بس اي حاجه عايزاها حراقه. مليحة سمك بتلاقي عندك الفلفل، بتجيبي بارد على حامي بيقعد معاكي تحفة ما شاء الله. يلا بقى نكمل الفيديو ونفرم الفلفل وارجع لكم تاني. طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين طلعنا فلفل وبنحط الكمية اللي فاضلة. في طبعا كام واحدة كده اهو هنحطهم. طبعا فرمنا الفلفل زي ما انتم شايفين. طبعا سهل جدا، معروف يعني ايه فلفل هتنضفيه وتفرميه. طبعا انا ما اتخلصتش من البذر كله قوي فيه، يعني بحب اسيب فيه نسبه كده بسيطه، بتبقى حلوه قوي في تحديقات السمك، في التمليحه اي حاجه الصراحه. واكتر حاجه بتحافظ عليه اكتر اللي هي ايه البذره دي، ممكن تعيشه معاكي في مده طويله اكتر. ماشي، شايفين طلعنا منه قد ايه من الكيلو. طلعت بذور منه كتير قوي مع العنقودة اللي بتبقى في الفلاية دي. طبعا ده بارد على حراق. طبعا بحبه عندي كده في البيت، ما بستغناش عنه، حاجة أساسية في البيت. البرطمان يخلص أقوم جايبة تاني أو عاملة الصراحة يعني. وعندي لسه قديم والله بقاله أكتر من سنة. شايفين ممكن تستخدمي الإزاز، بس الإزاز طبعا مش هحطه في الفريزر، هيبقى تحت في الرف في التلاجة من تحت. ده هبقى استخدم منه. لكن اللي هاشيله في الفريزر لازم يبقى بقى اللي هو البلاستيك معاكي. شايفين؟ خلاص هنحط قد ايه ملح يا ام علي؟ هنحط ايه شويه حلوين كده اهوت، شويه كده مش هنعاير يعني. شايفين كده اهو، عشان ده اكتر حاجه هتحافظ لك على الفلفل. هتيجي طبعا تاخدي، انت عارفه ان حاطه عليه ملح، هتبقي واخده تاخدي المعلقه اللي هتاخديها هتبقى عارفه انت بتعملي ايه. ده مضه حافظه ليه يعيش معاكي، حتى لو نسيت البرطمان بره والله ما بيجرى له اي حاجه. هنروح دلوقتي نعمل ايه؟ نعبي في البرطمانات. حبيب قلبي طبعا الحمد لله احنا خلصنا كده الفلفل على خير. الحمد لله خلصناه فرم كده اهوت، وخليناه بسم الله ما شاء الله. انا عملته خلطه جميل ازاي تحت ايدك بقى، تحفه ده. تحط على كبده، تحط على بتنجان، تحط على سمك، عيشي بقى. يلا قولي لي ايه رايكم بقى في الفلفل بتاعنا السهل ده. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.